يعد مثلث برمودا من أكثر مناطق العالم إثارة للجدل، وقد ارتبط اسمه بالعديد من الروايات الغامضة، غير أن التفسير العلمي يكشف أن هذه المنطقة لا تخرج عن كونها جزءا طبيعيا من المحيط الأطلسي يخضع للقوانين الجيولوجية المعروفة. تشير الدراسات إلى وجود نشاط جيولوجي في أعماق قاع المحيط ضمن نطاق مثلث برمودا، حيث تنتشر براكين تحت الماء أغلبها خامد منذ آلاف أو ملايين السنين. هذه البراكين ليست فريدة في هذه المنطقة، بل تعد جزءا من تكوين القشرة الأرضية للمحيطات، إذ تتشكل نتيجة صعود الصهارة من باطن الأرض عبر الشقوق والصدوع. أما عن مسألة انفجار هذه البراكين، فلا توجد أدلة علمية موثوقة تؤكد حدوث ثورات بركانية حديثة وقوية داخل مثلث برمودا تسببت في الحوادث المنسوبة إليه. ومع ذلك، فمن المحتمل أن بعض هذه البراكين قد شهد نشاطا قديما في عصور سحيقة، شأنها شأن بقية براكين قاع المحيط الأطلسي. وتكمن الأهمية الحقيقية في الشقوق الموجودة في القشرة الأرضية تحت هذه المنطقة، حيث تسمح هذه الشقوق بخروج الغازات مثل غاز الميثان من أعماق البحر إلى سطحه، وقد يؤدي ذلك في بعض الحالات إلى تقليل كثافة الماء، مما قد يؤثر فيطفو السفن، كما يمكن أن يحدث اضطرابات في البيئة البحرية. إن هذه الظواهر الجيولوجية من براكين خامدة وشقوق أرضية تعد جزءا من الطبيعة الديناميكية لكوكب الأرض، ولا تمثل دليلا قاطعا على وجود قوة غامضة خارقة في مثلث برمودا، بل هي تفسيرات علمية لما يحدث في أعماق المحيطات. وبذلك يبقى مثلث برمودا منطقة طبيعية تخضع لقوانين الأرض، وإن ظل محاطا بهالة من الغموض في المخيلة الشعبية في قلب القارة المتجمدة، حيث يسود الصمت الأبيض وتغيب مظاهر الحياة، تقبع واحدة من أغرب الظواهر الطبيعية على وجه الأرض، وهي شلالات الدم في أنتاركتيكا. يتدفق هذا الشلال من نهر جليدي يعرف باسم نهر تايلور الجليدي، ليصنع مشهدا مدهشا يشبه الدم المنساب فوق الجليد الناصع. يعود اللون الأحمر القاني لهذا الشلال إلى وجود كميات كبيرة من الحديد في المياه المالحة المحبوسة تحت الجليد منذ ملايين السنين، وعندما تتدفق هذه المياه إلى السطح، يتفاعل الحديد مع الأكسجين في الهواء فيتأكسد ويتحول إلى لون يشبه الصدأ، مما يمنح الشلال مظهره الدموي المثير. والأكثر إثارة أن هذه المياه تنبع من بحيرة تحت الجليد معزولة تماما عن العالم الخارجي، وتعد بيئة فريدة تعيش فيها كائنات دقيقة قادرة على البقاء دون ضوء الشمس أو الأكسجين، معتمدة على تفاعلات كيميائية معقدة للبقاء على قيد الحياة. وقد أثار هذا الاكتشاف اهتمام العلماء، إذ قد يقدم أدلة على إمكانية وجود حياة في بيئات مشابهة خارج كوكب الأرض. إن شلالات الدم ليست مجرد ظاهرة بصرية غريبة، بل نافذة علمية تكشف أسرارا عميقة عن قدرة الحياة على التكيف في أقصى الظروف، وتذكرنا بأن كوكبنا لا يزال يخفي بين طياته عجائب لم تكتشف بعد. الحجارة البازلتية العملاقة. تعد الحجارة البازلتية العملاقة من أروع الظواهر الجيولوجية التي تكشف عن تاريخ الأرض العميق، إذ تنشأ هذه الصخور من تبريد الحمم البركانية بعد اندفاعها من باطن الأرض. وعندما تبرد تلك الحمم بسرعة معينة، تتصلب لتكون صخورا داكنة اللون شديدة الصلابة تعرف بالبازلت، وهو من أكثر الصخور انتشارا في القشرة الأرضية، خاصة في قيعان المحيطات. وتتميز بعض التكوينات البازلتية بضخامتها المذهلة، حيث تتخذ أشكالا هندسية فريدة، كالأعمدة السداسية المترصة التي تبدو وكأنها صنعت بيد إنسان، لكنها في الحقيقة نتاج عمليات طبيعية دقيقة. ويحدث هذا النمط عندما تنكمش الحمم أثناء التبريد، فتتشقق إلى أشكال منتظمة، فتظهر تلك الأعمدة العملاقة التي قد يصل ارتفاعها إلى عشرات الأمتار. وقد استخدمت الحجارة البازلتية منذ القدم في البناء، نظرا لقوتها ومقاومتها العالية للعوامل الجوية، فشيدت بها القلاع والطرق والمعابد.
ولا تزال حتى اليوم تستعمل في مشاريع البناء الحديثة، إضافة إلى استخدامها في صناعة الألياف البازلتية التي تدخل في مجالات صناعية متطورة. إن هذه الصخور ليست مجرد كتل جامدة، بل هي سجل حي لنشاط الأرض البركاني عبر ملايين السنين، ودليل على القوة الهائلة الكامنة في أعماق كوكبنا، حيث تتجلى عظمة الطبيعة في أبسط مكوناتها وأكثرها صلابة. جزيرة بوهيمباي تقع قرب جزيرة بوهيمباي في المحيط الهادئ، واحدة من أكثر المدن غموضاً في تاريخ البشرية، وهي مدينة شيدت فوق مياه المحيط تعرف باسم نانمادول. تبدو هذه المدينة وكأنها تطفو فوق سطح الماء، إذ تتكون من شبكة معقدة من الجزر الصناعية الصغيرة المرتبطة بقنوات مائية، مما جعلها تلقب بفينيسيا المحيط الهادئ. شيدت نانمادول باستخدام كتل ضخمة من الحجارة البازلتية، نقلت ورصت بعناية مذهلة دون استخدام تقنيات حديثة، وهو ما حير العلماء حتى اليوم. فقد بنيت الجدران من أعمدة حجرية ثقيلة، ويعتقد أن هذه المدينة كانت مركزاً سياسياً ودينياً لحضارة قديمة ازدهرت في المنطقة، حيث عاش فيها النبلاء والكهنة، وأقيمت فيها الطقوس والشعائر. ومع مرور الزمن هجرت المدينة لأسباب لا تزال غير واضحة، تاركة وراءها أطلالا مهيبة تحكي قصة حضارة غامضة. إن نانمادول ليست مجرد بقايا مدينة قديمة، بل هي شاهد على قدرة الإنسان القديم على التكيف مع الطبيعة وبناء حضارة في بيئة تبدو مستحيلة. وما تزال هذه المدينة حتى اليوم تثير التساؤلات حول أسرار بنائها وكيفية نقل تلك الحجارة العملاقة وسط مياه المحيط، لتبقى لغزاً مفتوحاً أمام العلماء والباحثين. البحيرة المشتعلة تعد البحيرة المشتعلة من أغرب الظواهر الطبيعية التي تجمع بين عنصرين متناقضين، الماء والنار. ففي بعض مناطق العالم يمكن مشاهدة نيران تشتعل فوق سطح الماء بشكل دائم، وكأن الطبيعة تتحدى قوانينها المألوفة، لتقدم مشهداً يثير الدهشة والرهبة في آن واحد. وتحدث هذه الظاهرة نتيجة تسرب الغازات القابلة للاشتعال، مثل الغاز الطبيعي الميثان، من باطن الأرض عبر الشقوق الصخرية إلى سطح البحيرة. وعندما يصل هذا الغاز إلى الهواء يمكن أن يشتعل بفعل شرارة طبيعية أو بشرية، فتستمر النيران بالاشتعال طالما استمر تدفق الغاز من الأسفل. وتشاهد هذه الظاهرة في أماكن متفرقة من العالم، حيث تظل النيران متقدة لسنوات طويلة، بل لقرون أحيانا، ما يجعلها تعرف بالنيران الأبدية. ويضفي انعكاس اللهب على سطح الماء منظرا ساحرا، خصوصا في الليل، إذ يبدو وكأن البحيرة نفسها تحترق دون أن تنفد. ولا تقتصر أهمية البحيرات المشتعلة على كونها مشهدا طبيعيا فريدا فحسب، بل تعد أيضا دليلا على النشاط الجيولوجي في باطن الأرض، ووجود احتياطيات من الغازات الطبيعية. ومع ذلك فهي تذكر الإنسان بقوة الطبيعة وخطورة التعامل مع مواردها، حيث يمكن أن تتحول هذه الظاهرة إلى خطر إذا لم تراقب بعناية. وهكذا تبقى البحيرة المشتعلة مثالا حيا على التقاء الأضداد في عالمنا، حيث يتجاور الماء الهادئ مع النار المتأججة، في لوحة طبيعية تخطف الأنفاس وتثير فضول الإنسان لاكتشاف أسرارها. في أعماق غابات الأمازون المطيرة، حيث تمتد الحياة بكثافة وغموض، يجري نهر فريد من نوعه يعرف باسم نهر شاناي تيمبيشكا، وهو نهر يغلي ماؤه بصورة تثير الدهشة والرهبة. لا يشبه هذا النهر سواه، إذ ترتفع حرارة مياهه إلى درجات قد تبلغ حد الغليان، حتى إن البخار يتصاعد منه باستمرار وكأنه قدر هائل يغلي في قلب الغابة. ويعود سبب هذه الظاهرة العجيبة إلى النشاط الحراري الجوفي، حيث تتسرب المياه إلى أعماق الأرض فتسخن بفعل الصخور الحرة، ثم تعود إلى السطح عبر شقوق وتصدعات، حاملة معها حرارة شديدة. وعلى خلاف الينابيع الحرة المعتادة، يمتد هذا النهر لمسافات طويلة، مما يجعله ظاهرة نادرة على مستوى العالم.
وقد شكل هذا النهر خطرا حقيقيا على الكائنات الحية، إذ يمكن أن تتعرض الحيوانات التي تقترب منها لحروق قاتلة. بل إن بعض الروايات تشير إلى أن الماء قادر على طهي ما يسقط فيه خلال دقائق. ومع ذلك يظل النهر جزءا من النظام البيئي، حيث تتكيف بعض الكائنات الدقيقة مع هذه الظروف القاسية. ولا يقتصر حضور النهر على كونه ظاهرة علمية فحسب، بل يحتل مكانة روحية لدى السكان المحليين، الذين يرون فيه رمزا لقوة الطبيعة وهيبتها. وهكذا يقف نهر الأمازون المغلي شاهدا حيا على أسرار الأرض العميقة، وعلى قدرة الطبيعة على خلق مشاهد تتجاوز حدود الخيال. في قلب غابات الأمازون الكثيفة، حيث تتشابك الأنهار وتفيض الحياة بتنوع مذهل، اكتشف العلماء ظاهرة فريدة تعرف بالنهر الذي يجري تحت النهر، وهو ما يسمى بنهر حمزة. هذا النهر الخفي لا يرى بالعين، إذ يجري في أعماق الأرض موازيا لنهر الأمازون الشهير، وكأن الطبيعة نسجت طبقتين من المياه إحداهما فوق الأخرى. يمتد نهر حمزة على مسافة هائلة تقارب امتداد نهر الأمازون نفسه، غير أن تدفقه أبطأ بكثير، حيث يتحرك عبر مسمات التربة والصخور بدلا من الجريان السريع على السطح، ويكمن على عمق كبير تحت الأرض، مما يجعله جزءا من نظام مائي جوفي معقد لا يزال قيد الدراسة. وقد توصل العلماء إلى اكتشاف هذا النهر غير المرئي عبر تحليل درجات الحرارة والخصائص الجيولوجية في آبار النفط العميقة، حيث لاحظوا اختلافات تشير إلى تدفق مياه تحت السطح. وهكذا لم يكن النهر مكتشفا بالمشاهدة المباشرة، بل عبر الأدلة العلمية الدقيقة. ويبرز هذا الاكتشاف مدى تعقيد النظام البيئي في الأمازون، حيث لا تقتصر الحياة على ما نراه فوق الأرض، بل تمتد إلى عوالم خفية في الأعماق. إن وجود نهر تحت نهر آخر يعد شاهدا على عظمة الطبيعة وغموضها، ويذكر الإنسان بأن ما لم يكتشف بعد قد يكون أعظم مما نعرفه. وهكذا يظل نهر حمزة سررا من أسرار الأرض العميقة، يجري بصمت تحت أقدامنا، حاملا معه قصة أخرى من قصص الأمازون التي لا تنتهي.